السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. اخواتي وحبايبي وحشتوني كتير خالص. النهارده معانا المقدمة بتاعة الفيديو وهي المختلفة شوية. طبعا دي في جولة كده في الطبيعة بقى، ما شاء الله الجو جميل جدا. كنت طبعا انا واخواتي وولاد اخواتي واولادي كلنا مع بعض كده في قلب الارض، يعني رحنا كده غيرنا جو شوية، فكنت عايزة اصور لكم الفيديو والله كامل. بس طبعا لاني ما صورتوش من الاول، فطبعا بقى كده في الوقت ده كنا مروحين. كان طبعًا في غمام بقى وكان المطر هتمطّر وكده، فكنا مروّحين، فحبيت بس أصوّر كده في الآخر. بس كان نِفْسي أنزّل لكم والله الفيديو كامل، ما شاء الله كان يوم جميل جدًا، لمّا تتجمّعي أنتِ وأخواتِك كده وحبايبِك كلّهم، بيبقى يوم حلو أوي. فطبعًا بس أنا خدت صورة كده في الآخر، شايفين الجو كان عامل إزاي، كان في مطر بقى في اليوم ده. يا رب ما يحرم حد من حبايبه يا رب، ويخلّي كل أخوات لبعض وكل واحدة يخلّي لها مامتها وباباها، وربنا يجمّعنا دايمًا في الخير يا رب، اللهم آمين. النهارده الفيديو معانا طبعًا أنا هاعمل معاكم المخلل بدون ولا نقطة مَيّة، هنعمله من غير مَيّة خالص، وما شاء الله النتيجة بتاعته جميلة جدًا، هنجربه مع بعض ونشوفه، بس بعد طبعًا ما تتفرجوا على الجولة دي. يالّا بقى نصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ كده ونشوف عملنا إيه. معاكِ بقى هنا أي خضار عايزة تخلّليه هاتيه. أنا بقى هنا جبت الأول خالص كده معايا اللفت، طبعًا شايلة المكان اللي فوق كده اللي هو بيبقى فيه الطين وبيبقى فيه زي شعر كده، ده كله شيلته بالسكينة وغسلته ونضفته كويس، بس هاغسله كمان مرة في الآخر، يعني شطفة كده في الآخر على السريع. هنا باقطّعه طبعًا بالقطّاعة دي، لو ما عندكيش هتقطّعي بسكينة عادي خالص، بس أنا حبيت أدّي له الشكل بقى زي المخلل اللي بيتباع. باقطّعه الأول شرايح كده وبعد كده أقطّعه كده بالقطّاعة عشان يبقى سهل عليَّ. بامسك بقى طبعًا اللفت لو لقيته اللي هو الطري اللي بيبقى عامل زي السفنج كده، دي باشيلها ما لهاش أي لازمة، هتطلع معايا في المخلل مش هتكون حلوة خالص. أهو زي الجزء ده أنا كده رميته، بس هنا كده أنا باعملها بنفس الشكل كده. طبعًا هاحطهم في المصفى عشان لسه هاغسلهم تاني بقى شطفة كده على السريع واسيبهم يصفوا المَيّة بتاعتهم خالص. بس كده معايا القرنبيط برضه بنفس الشكل. هنا برضه باشيل القطعة الزيادة برضه كده، يعني القرنبيط هتقطعيه بقى رفيع، تخين، زي ما تحبيه. أنا برضه مش يعني مش هاحط له مَيّة بتغلي ولا حاجة، هاحطه ني كده زي ما هو. هو بس الزوايد بتاعة القرنبيط دي باشيلها وخلاص، اللي هي العروق اللي هي بتبقى زيادة دي. ومعايا برضه الفلفل، لو عندِك بقى شطة بلدي هتكون أفضل طبعًا. ما كانش فيها إلا هي الشطة دي، هي كانت باردة يعني ما كانش حراق يعني ولا حاجة. بس أنا باحب البلدي، بس ما كانش موجود منها. وجِبت برضه شطة حمرا، يعني البذر حسيت اللي هو اللي بالاقي فيه بذر كتير كده باحاول أشيله، يعني مش حابة إن يكون فيه بذر كتير يعني ولا حاجة. لو في أي قطعة بقى اللي حسيتِ إن هي بايظة ولا حاجة مش حلوة شيليها. بس كده خلاص قطعت الفلفل واللفت والقرنبيط، وهنا معايا الجزر. طبعًا أنا كنت عايزة أجيب برضه خيار أحط معاه خيار، بس ما عجبنيش خالص الخيار اللي موجود. لقيته اللي هو الطري كده شوية عامل زي السفنج برضه كده. ما عجبنيش مش هيبقى حلو في التخليل، لو في بلدي كنت جبته وخلّلت معاهم. الجزر برضه بتقطّعيه بالشكل اللي أنتِ حاباه، أنا برضه قطّعته قد اللفت. هو الجزر بيأخّر شوية في السِوَى، بس بصراحة لأ، هُم الاتنين استووا معايا في نفس الوقت. كان جميل جدًا، كان طعمه حلو أوي. أنا حطيت كوباية خل، كوباية زيت، كوباية ونُص من هريسة الشطة. الكوباية دي كانت صغيرة فقد نُص كوباية. هريسة الشطة دي مش حراق أوي، وهنا تِلت كوباية عصير ليمون. وهنا الملح بقى أنا هاحطه، أنا حطيت 6 معالق، لإن كمية المخلل اللي كانت معايا 2 كيلو ونص، حطيت لهم 6 معالق يعني مليانين كده شوية. لو 2 كيلو بس، يعني الكيلو هتحطوا له 3 معالق بس مش هرميين، يعني تحاولي تقللي شوية من المعلقة يعني تكون ممسوحة شوية كده ما تكونش مليانة أوي، لإن كانوا 2 كيلو ونص فمليت المعلقة شوية، حطيت 6 معالق لل2 كيلو ونص. هنا بقى بعد ما غسلته طبعًا وصفيته خالص من المَيّة اللي فيه، حطيته بقى هنا على عصير الليمون والشطة. طبعًا الخل اللي أنا كنت حاطاه ادّوا له بقى يبقى زاعي أوي معاه. الخل ده ما كانش مركّز، كان خل عادي، فكان طبعًا الزعوقية بتاعته ما كانتش زعقة أوي يعني، فكان الطعم بتاعه يبقى معقول يعني يبقى مضبوط. هنا طبعًا ما عرفتش أقلّبه في الطبق اللي كان معايا ده، فحطيته في الصينية وأقلّبه كلّه كده في قلب بعضه. في الأول هتحس إن المَيّة أو السوائل بتاعته، وطبعًا ما فيش مَيّة، السوائل بتاعته تحس إن هي قليلة. المخلل ده هينزّل المَيّة بتاعته تاني. هنا بيبقى في شطة طبعًا في الصينية أو في الطبق اللي أنا كنت باستخدم فيه الأول، باحط شوية خل كده وبانزّلهم برضه عليهم، هاقلّبه كده في قلب بعضه كلّه، وبعد كده بقى هنحطه في قلب البرطمان. بس معايا البرطمان ده لإنه بلاستيك، أنا غسلته يعني غسلته ونشفته كده، وبعد كده حطيت شوية خل، حوالي كده ربع كوباية، وقلّبته كده في قلب البرطمان كويس خالص، علشان بس يعقّم لي البرطمان. لو عندِك برطمان إزاز طبعًا هيكون أفضل بكتير.
ما كانش موجود لإن أنا مش جايباه من بلدي، يعني لو جِبت برطمان إزاز كان هيكسّر معايا في الطريق والمواصلات، فاشتريت ده بقى وخلاص، قُلت هينفع وخلاص. طبعًا المخلل علشان ما يبُص معاكِ أول ما تفتحي البرطمان، حطيه في التلاجة على طول، علشان بس ما يعملش بقى هو طبعًا أنا والله فاتحاه بقى لي فترة يومين كده والّا حاجة، ما حطيتهوش في التلاجة والله لسه معايا جميل جدًا وحلو خالص. حطيت برضه ورقتين لورا كده بيبقى حلو برضه للمخلل. هريسة الشطة ديّة كانت باردة ما كانتش حراقة، لو حراقة ممكن تقللي شوية، أنا حطيت طبعًا كوباية ونُص لإن هي كانت باردة والملح بتاعها ما كانش كتير، كنت مقللة ملح علشان طبعًا أو تقريبًا ما حطيتلهاش ملح كمان علشان الملح اللي أنا حطيته للمخلل يبقى كده معايا مضبوط. هنا نزّلت بقى كل السوائل اللي معايا اللي هو الزيت بقى والخل والليمون وكده، فضل بقى حاجة في الصينية كده برضه حاجات برضه من الشطة، حطيت عليها برضه شوية خل ونزّلتهم، وفوق الوش كده حطيت شوية زيت وحطيت كيس وأقفله بقى كويس خالص. كل يوم بقى بافضل أقلب البرطمان كده يعني أقلبه مرة على وشه ومرة تانية أقلبه عكس، بافضل أقلب فيه كده الصبح وبالليل، مرة الصبح ومرة بالليل، علشان السوائل تيجي على المخلل كله، نفس الشكل كده زي ما أنتم ما شايفين. طبعًا هي كمية السوائل الأول قليلة وبعد كده بتزيد. كده بقى خلاص هو المفروض أنتِ 3 أيام وممكن تاكلي منه، أنا باحب المخلل بصراحة يكون مستوي، ما باحبش آكله بعد 3 أيام، باحب آكله بعد أسبوع. فطبعًا في الفترة دي أنا ما كنتش موجودة في البيت، اتاري البرطمان وقع، فطبعًا جوزي لحقه يعني وكده وراح مرجّعه تاني، فهتلاقوا كمية المَيّة قلّت شوية، هي المفروض كانت المَيّة أكتر من كده. لو ما عندكيش بقى هريسة شطة هتاخدي فلفل هتطحنيه كده في الخلاط مع شوية زيت ومثلًا فصين توم أو حاجة، هي دي هتكون معاكِ هريسة الشطة. طبعًا عاملة لسه الشطة بس لسه ما نزّلتش الفيديو، إن شاء الله تشوفوه وتعملوا الطريقة بتاعته وتعجبكم، وأحلى مخلل هينفعك في شهر رمضان إن شاء الله. ألف هنا وشفا ومع ألف سلامة، السلام عليكم.